السلام عليكم أحلى مشاهدين، أحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير وسعادة. ناس كتير من أصدقائي قالوا لي: لأ، أنتِ قُلتِ كلام مش صح في الفيديو اللي فات، وقُلتِ إن الأهلي لعب مباراة سيئة جدًا، وإن اللعيبة كانوا مش مركّزين، وإن مستر تروب لم يدير المباراة بشكل جيد، وإن أنتِ اتكلمتِ كلام مش حقيقي عن اللعيبة، وإن أنتِ ظلمتيهم وما اديتيهمش حقهم، لعبوا ماتش كويس خصوصًا في الشوط التاني، وكمان ضيّعوا أكتر من هجمة ووصلوا لجون كتير، بس الهجمات كتير ضاعت وما كانش في توفيق في بعض الهجمات، وعلي لطفي تصدّى لأكتر من هجمة كانت محققة إنها تبقى جون بنسبة كبيرة، وإن كان في سوء توفيق وفي كورات كتير خرجت جات في العارضة والكلام دوّة. لمّا يعملوا في الكورة قانون جديد ويقولوا إن مثلًا كل 5 هجمات أو 6 هجمات، خلّينا نقول 5 هجمات يبقوا جون، يعني مثلًا كل هجمة محققة بنسبة 90% كانت ممكن تبقى جون، نجمّع 5 كده راح بيهم الفريق فيتحسبوا جون، في الحالة دي أقدر أقول إن الأهلي لعب مباراة كويسة، مباراة جيدة، وجمّعنا نقاط واتحسبوا لنا أجوان، يعني رُحنا مثلًا ب20 هجمة اتحسب لنا 4 أجوان، في الحالة دي أقدر أقول إن الأهلي لعب مباراة كويسة وجمّع نقاط واتحسبت له أجوان، لكن في مشكلة. ما ينفعش إن أنت تبقى شايف مشكلة وتقول لأ، ده إحنا لعبنا، ده إحنا الحظ ما كانش معانا، لأ بُص للأساسيات، الأساسيات إيه؟ أنت بتنهي الهجمة إزاي؟ أنت بتنهي الهجمة بشكل سيء، فلذلك بيكون سهلة للجون إن هو يصدها، أنت مثلًا عمّال تلعب عرضيات، عرضيات، عرضيات في وسط تكتل دفاعي يالّا في أكتر من راس طلّع الكورة، أكتر من رجل بتطلّع الكورة، بيحصل فيه لخبطة، ما بتبقاش مركّز، إنهاء الهجمة طبعًا كان فيه أخطاء. بناء الهجمة كان في أخطاء، كان في بطء شديد جدًا في بناء الهجمة، من نُص الملعب أنت اللعيب اللي بيستلم الكورة بيدوّر على زمايله، ما بيبقاش شايفهم، زمايله مش ظاهرين، هو مش عارف أصلًا يوصّل لهم الكورة، في miss pass في بطء شديد في بناء الهجمة، في التحرُّكات، في عرضيات كتير غير مؤثّرة، عمّال تلعب عرضيات، 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 وفي الآخر برضه ما فيش فيهم ولا عرضية صحيحة، وأنت شايف ده وعادي بيكمّل في نفس طريقك. كان في مثلًا أكتر من مرّة فرقة زد كانت بتتقدّم، بتستلم الكورة مثلًا بعد ضغط جامد من النادي الأهلي في ال18 أو في نُص ملعب زد كانوا يطلعوا بالكورة، كان ممكن أنت تتشكِّل عليك خطورة، برضه رجوعك كان بيبقى فيه بطء، تمركزك الدفاعي كان بيبقى فيه بطء، وراحوا بأكتر من كورة، جابوا جون وفي جون اتحسب تسلُّل، وراحوا برضه بكورتين تاني ما كانش في توفيق، في كورة صدّها الشناوي وهكذا. في الحالة دي لمّا أنت بقى بتستلم الكورة بعديها، أنت بيبقى في مثلًا عدد قليل من المدافعين في نُص ملعب زد، أنت بتروح ببطء جدًا عقبال ما بتوصل، بتكون كل الناس رجعت، دي برضه أخطاء. إن أنت تبقى شايف إن أنت في الملعب في لعيب مش موفّق، وفي لعيب مُجهد جدًا زي مثلًا هاني، أو في لعيب مش قادر خلاص جاب آخره في اللعب، وكان مش موفّق خالص، حتى مش مركّز في أي حاجة بيعملها، وأنت واقف برّه على الخط كمُدرب وما تطلّعوش أو أصلًا تنزّله من الأول وأنت شايف إن هو مُجهد، يبقى أنت كده مُدرب مش صح، يبقى أنت ده غلط. لمّا أنت تبقى مش مذاكر الفرقة اللي أنت هتلاعبها كويس، وعلى فكرة موضوع إنك تذاكر الفرقة وتحفظ نُقط ضعفها ونُقط قوتها وتتعامل معاهم، ده شغل مهم جدًا يا جماعة على فكرة، الموضوع مش حاجة كده يعني عبيطة، لأ، يعني ناس كتير بيقولوا إيه ده يعني إيه يقعد يذاكر؟ لأ، لازم تذاكر. أكبر المدربين لازم يذاكر الفرقة مرّة و2 و3 ويشوف لها أكتر من مباراة، ويقعد يركّز كده في حتت معيّنة يقطّعها وهجمات بيتهاجموا إزاي، بمين، بيعملوا إيه، طريقتهم إزاي، لعبهم إزاي، ده شيء طبيعي، ده شيء منطقي، ده ما بيعملوش طبعًا مستر تروب، وإحنا قُلنا إن مستر تروب ما بيعرفش يذاكر. فالناس اللي لامت عليَّ أنا وضّحت لهم وجهة نظري، والله أنتم متفقين أو مختلفين معايا طبعًا يعني وجهة نظركم تُحترم وعلى راسي، ولكن أنا شايفة إن الأهلي ما لعبش مباراة جيدة ولا حاجة، بالعكس مليانة أخطاء، مباراة مليانة أخطاء، أخطاء كتير من مستر تروب في التشكيلة، أخطاء كتير في إدارة المباراة، أخطاء كتير في إنه هو مش عارف يغيّر شكل الفرقة أثناء المباراة، مش عارف مش لاقي حلول إن هو يحل بيها التكتل الدفاعي أثناء المباراة. يمكن بيقول الناس طب ما هو وصّلهم للجون، طب هيعملوا إيه؟ يعني هو هيعمل إيه؟ هينزل هو يدخّل الكورة بنَفْسه يعني في الجون ووصّلهم؟ لأ، بس إزاي في لعيبة مش في مستواها بتقلِّل من رتم اللعب، في لعيبة يعني شايفينها بتمسك الكورة كتير، بتستلم الكورة ويقعد يرقّص ويدوّر،
على زمايله وكذا، أنت لأ، يعني شِد عليه حتى في الاستراحة، أنت كلّمه ما بين الشوطين، قُل له لأ ما ينفعش العب كده، اعمل كده، ده دورك برضه. كل الحاجات دي أخطاء يا جماعة، ما نقدرش نقول نحسب علشان إحنا كنا الفرقة بتدافع وإحنا ضاغطين، إحنا ضاغطين ما عرفناش نجيب غير جون في آخر المباراة وبالعافية، ما فيش روح، ما فيش نظام، في عشوائية حتى في الهجمات، لذلك ما بتتنيش صح، في عشوائية في طريقة اللعب، أنت مش عارف أصلًا الأهلي بيلعب إزاي، ما تعرفش الراجل هو بيغيّر بيعمل إيه، حتى تغييراته هي المنطقية إلا إذا كان مضطر ليها بتبقى هي محفوظة، أنت بتبقى عارف هو هيغيّر إيه وهيعمل إيه، ما بيغيّرش في طريقة اللعب في الملعب، بيغيّر أشخاص لكن ما بيغيّرش في طريقة اللعب، ما بيتعاملش مع المباراة مش حاطط مثلًا خطة بديلة. طب إحنا لو حصل كذا هنعمل كذا، لو حصل كذا هنعمل كذا، كل ده شغل مدرب، هو ما كانش بيعمل كده، هو مدرب أفلس، عايزة أقول الكلام ده، في المؤتمر الصحفي اعترف بخطأه وقال أنت كل مرّة بتعمل كده، كل مرّة بتعترف بخطأك وكل مرّة بتقول إحنا غلطانين في كذا وغلطانين في كذا، لكن ما بتصلّحش، فإيه الفايدة؟ أمّا بالنسبة بقى للإشاعة اللي طالعة إن حسام البدري هييجي يبقى مدرب عام أو مدرب مساعد لمستر تروب، أنا طبعًا أتمنى إن هي تبقى إشاعة، أتمنى من كل قلبي إن هي تبقى إشاعة، لإن أنا بصراحة عندي مشكلة مع كابتن حسام من ومقصورة بيراميدز تشهد يعني. فما ينفعش بصراحة، أنا أتمنى إن يكون الموضوع إشاعة، وأنا أعتقد إن هو راجل يعني مبسوط في ليبيا والدنيا تمام معاه، ماشي بشكل كويس ومرتبه كويس والناس بيوفروا له كل حاجة هو عايزها، كل اللعيبة اللي بيطلبها بتيجي، فما أعتقدش إن هو ييجي يعني، وأتمنى طبعًا إن هو ما يجيش. عندي برضه مشكلة غير إدارة تروب، عندي مشكلة مع كابتن وليد. كابتن وليد أنت بتشوف اللعيبة بيروحوا يسهروا ويروحوا ما أعرفش يجاملوا صاحبهم دوّة في افتتاح، ويجاملوا صاحبهم دوّة يعزمهم على الفطار والكلام ده، هل اللعيبة دي بتبقى مستأذنة من حضرتك وقايلة لك إن أنا هاروح أعمل كذا، كذا قبل المباراة بيوم؟ لو هم قايلين لك وأنت مدّيهم يعني موافقة إن هم يعملوا كده قبل المباراة بيوم ويروحوا ويسهروا ويتعزموا وأنت موافق، يبقى أنت لا تصلح للمنصب ده، قولًا واحدًا، ما اعرفش أجامل. قولًا واحدًا أنت لا تصلح للمنصب ده، في الظروف الصعبة اللي النادي بيمُر بيها وإحنا بنحارب على نقطة، رمضان والناس من حقها ما اعرفش بس ده شغلك حبيبي، ده شغلك، أنت بتعمل شغلك اللي أنت بتاخد عليه فلوس، سيبك بقى من إنك أنت ده أنا مظلوم، ده من حق اللعيبة تسهر، من حق اللعيبة تعيش حياتها، لأ اعمل شغلك وبعد كده اعمل اللي أنت عايزه. بعد المباراة روح اسهر، اعمل أي حاجة أنت عايزها، وبعد كده التزم في تدريباتك، خلّيك ملتزم في أكلك، في شربك، في سهرك، في صحيانك، في كل حاجة لازم تكون ملتزم، لإن أنت ده شغلك اللي أنت بتتقاضى عليه أجر. لو إحنا هنعاملك بقى كموظف، فأنت يا كابتن وليد أنت بتتعامل غلط مع الموظفين بتوعك. كابتن وليد لو الشباب دي بتاخد منك إذن وأنت بتوافق، فأنت لا تصلح للمنصب ده، لو الناس دي بتروح من وراك وأنت ما عاقبتهمش، فأنت برضه لا تصلح للمنصب ده. عندنا مشكلة معاك يا كابتن وليد، أنت بأمانة مش عارف مهام منصبك، مش عارف تتعامل مع اللعيبة بشكل جيد، وأنت عندك أخطاء كتير برضه بالومك عليها. من ضمن الأخطاء برضه الإدارة بتاعتنا اللي صامتة تمامًا عن كل اللي بيحصل، صامتة تمامًا عن الحكام ومشاكل الحكام معانا وأخطائهم وتجاوزاتهم، صامتة تمامًا على كل اللي بيتقال في قناة نادي الزمالك والناس وال والإعلاميين والناس اللي هم في الإدارة وكل الكلام ده، صامتين تمامًا ما بتتكلموش، ما بتردوش، حتى ما بتدافعوش عن نفسكم، ما بتدافعوش عن النادي، ما بتدافعوش عن الجمهور، ما بتدافعوش عن الفرقة اللي بتضيع، كل ده أخطاء لازم الناس تُقف عندها. ما ينفعش إن إحنا ندفن راسنا في الرمل ونقول ما عندناش أخطاء، لأ عندنا أخطاء، عندنا بدل الخطأ مليون خطأ، حتى الجمهور اللي حضرتك عمّال يا كابتن بيبو وكل الإدارة عمّالة تقول الجمهور ولأ وقفوا جنب النادي ودعموا النادي والنادي محتاجكم وما أعرفش إيه، أنت مش عارف تحافظ على الجمهور ده، الجمهور ده أنت مش عارف تحافظ عليه، الجمهور ده أنت ممكن تتحرم منه في ماتشات في أفريقيا، وأنت محتاج الجمهور ده جدًا، لأن أنت عندك ماتشات قوية جدًا مع فرق قوية جدًا. الناس اللي هي كانت شغالة على الشكوى بعد أحداث مباراة الجيش الملكي والأهلي في القاهرة، الناس راحوا ودّوا الشكوى في اتحاد الكورة، وهي المفروض بتروح لجهة معيّنة وهي لجنة العقوبات وبيدّفع لها رسوم، الناس ودّت الشكوى في مكان تاني خالص، ما ودّتش الشكوى في مكانها وما دفعتش رسوم، هل الناس ديّة اتحاسبت؟
ما أعرفش. طب أنت مش عارف إن ده بيحصل؟ يعني الناس اللي شغالة دي أول مرّة تقدّم شكوى؟ أعتقد هي أول مرّة بقى ما أعرفش، ما بنشتكيش، إحنا الناس اللي ما بتشتكيش، إحنا الناس اللي قاعدين ساكتين والناس كلّها عمّالة تحُط على دماغنا وإحنا ساكتين خالص ومؤدّبين وcute ما بنتكلّمش في أي حاجة. الشكوى راحت في المكان الخطأ، ما اتدفعلهاش رسوم، يعني يعتبر أنت ما قدّمتش شكوى مضادة للشكوى اللي قدّمها نادي الجيش الملكي. أنت فين الجمهور اللي أنت بتحافظ عليه؟ بتحافظ على الجمهور. عندك بدل اللجنة 50 لجنة كلّهم ما لهمش دور، اللي ليها رئيسين بتغرق، ما بالك اللي ليها 100 رئيس. فأنت من اللجنة دي للجنة دي للجنة دي وفي الآخر ما فيش أي فايدة إحنا بنشوفها ولا بتعود على الفريق في أي حاجة. عندك مدرب بيرتكب أخطاء فادحة وأنت ما بتحاسبوش، بيضيّع منك نقاط، أنت برضه ما بتحاسبوش، ده راجل شغال عندك. لما خلّينا نتكلم بقى بشكل وظيفي بما إنكم كلكم بتتعاملوا كموظفين من إدارة لإدارة فنية، لإدارة إدارية، للعيبة، لكل حاجة بتتعاملوا كموظفين، فتعامل بقى أنت كمان كرئيس للموظفين دي، واخصم من الراجل ده فلوس وحاسبه على الإخفاقات وعلى النقاط اللي بتضيع دي، وعلى الموسم اللي هيضيع مننا ده في ثانية ومش هنعرف هو ضاع إزاي، وفي الآخر مش هنستفيد أي حاجة. الإدارات دي كلها اللي شغال كويس يستمر واللي مش شغال كويس ما يستمرش. الناس لو الإدارة فيها أكتر من شخص لا نقلل من عدد الأشخاص علشان نقدر نحاسب ونعرف إحنا هنحاسب مين على الأخطاء وعلى الإخفاقات. وفي الآخر ما فيش أي فايدة بتحصل، ما فيش أي جديد بيحصل، وما زلنا في التراجع في كل شيء، في كل شيء، في هيبة النادي، في شكل النادي، في اسم النادي، في جمهور النادي، في النتايج، في كل حاجة. كابتن سيد عبد الحفيظ الناس كلها كانت حاطة آمالها عليه، راح عمل لفة كبيرة طويلة أوي كام شهر في أوروبا والآخر رجع لنا بكامويش. الراجل عايز يتعالج وعايز دكتور نفساني ومش عارفين إيه ظروفه لحد دلوقتي، مش عارفين نعتمد عليه ولا نعتمدش عليه. للأسف يعني حاجات غريبة إحنا مش عارفين أساسها إيه ومش عارفين إيه الصمت الرهيب اللي بيحصل ده من الإدارة بتاعتنا، الإدارة المؤدبة الكيوت الجميلة اللي حتى ما بتردش حتى بشكل إيجابي بشكل قانوني بشكل رسمي. الناس بتطلع تشتمنا عادي بعد مباراة الأهلي، بعد مباراة الزمالك وبيراميدز الناس شتمتنا عادي والناس ما بتتكلمش برضه. مش عارفة يعني بصراحة النهاية هتبقى لحد فين. خلينا نتكلم شوية عن مباراة الزمالك وبيراميدز امبارح، وبصراحة المباراة كانت حلوة. يعني الزمالك أدى بشكل كويس بس الناس يعني قعدوا يقولوا ناشئين ومش ناشئين. لا يا جماعة ما كانش في ناشئين، يعني أعتقد هي التيم كامل ما كانش فيه غير ناشئ واحد بس نزل مكان عمر جابر تقريبا، فيعني ما كانش في ناشئين ولا حاجة، لكن اللعيبة أدوا أداء كويس والمباراة كانت حلوة ممتعة. لكن أنا عندي شوية تساؤلات بخصوص نادي الزمالك. حاجات منطقية، أسئلة منطقية، يعني هي دي اللعيبة اللي ما بتقبضش فلوس؟ هي دي اللعيبة اللي كانوا بيدعوا المرض والإصابة ويقعدوا في البيت وما يعرفوش، الناس ما يعرفش عنهم حاجة ولا يعرفوا هم فين وما ينزلوش التمرين ولا الماتشات ولا بيحضروا أي حاجة؟ هي دي اللعيبة اللي عليها أقساط وما بتاخدش فلوسها، ما بتاخدش مرتباتها وما بتاخدش دفعات من عقودها، وكانوا رايحين جايين على الفيفا وكل واحد بيحضر الملف بتاعه والمحامي بتاعه عشان يرفع قضية على النادي. هي دي لازم الناس تسأل إزاي حصل التغيُّر ده، إزاي الناس دي اتلمّت واتجمّعت واتفقوا إن هم يلعبوا ويكمّلوا بالشكل ده وبالأداء ده. كده على طول كده فجأة يعني جات لهم رؤية كده وقال لهم لأ كمّلوا مع نادي الزمالك وما حدّش يمشي وما حدّش يعترض وما حدّش يقعد في البيت وما حدّش يرفع قضايا وما حدّش يشتكي. خدوا فلوسهم إمتى وخدوا فلوس والّا لأ؟ طب خدوا مرتباتهم، طب اتوعدوا بفلوس، الفلوس جات منين؟ ما حدش بيسأل، ما حدش بيسأل إمتى حصلت التوليفة دي وإمتى حصلت الاتفاقات دي، ما حدش بيتكلم وما حدش بيسأل، لإن إحنا مش من حقنا نتكلم، مش من حقنا نسأل، مش من حقنا نقول أي حاجة عن نادي الزمالك. نادي الزمالك هو اللي بيدير دلوقتي كل حاجة، كل حاجة يعني. كل حاجة دلوقتي بإيد نادي الزمالك، يقول ده يتعيّن ماشي، ده يمشي ماشي، ده يحكم للأهلي ماشي، ده ما يحكمش لينا ماشي، ما فيش أي حاجة، ما بنراجعش وراه، ما بنراجعش وراه خالص. طَب الفلوس اللي اتدفعت للمستثمرين بتوع أرض أكتوبر جات منين؟ 700.000.000 مين اللي دفعهم؟ جُم إزاي؟ ما حدش برضه بيسأل. أعتقد إن مش دي اللعيبة اللي كانت معترضة ومتضررة وبتشتكي وبيعيطوا وما بيروحوش التمرين وما بيروحوش الماتشات وبيتغيبوا، مش هم دول، لأ، مش هم دول. في حاجة في وعود أو في فلوس اتدفعت أو في اتفاقات أو في ناس وعدتهم بحاجة أكيد، ولكن في النهاية
كانت مباراة كويسة، الناس كلّها بتستغرب ليه بيراميدز بيلعب قدّام الأهلي بشكل وقدّام الزمالك بشكل. بُص، أنا شايفة إن دي حاجة طبيعية، وأي فرقة بتلعب قدّام الأهلي لازم يبقى عندها عصبية، عندها روح، عندها حمية، بيلعبوا أحسن، المدرب بيبقى متحمّس أكتر. أنا في اعتقادي أيًا كانت ظروف الأهلي، ولكن مكسب الأهلي بطولة لأي فرقة. أي فرقة هتلعب مع الأهلي هتكسبها، هتبقى بطولة، بطولة للعيبة، بطولة للمدرب، للإدارة، هيتحسب له في الCV بتاعه كده إن هو كسب الأهلي في البطولة كذا، في الماتش كذا، في يوم كذا، هتبقى محسوبة له كده وحاجة يتشرّف بيها. فطبيعي إن هو يكون بيأدّي قدّام الأهلي أداء مختلف عن أي فرقة تانية حتى لو كانت الزمالك. ما حدش يستغرب إن فرقة بيراميدز أو المدرب بتاعها كان هادي وقاعد كده cute، وإن الناس حتى بتوع الإدارة الفنية برّه كانوا ساكتين، ما حدش بيعترض، ما حدش بيتكلم، وبيتعاملوا عادي بكل هدوء، بيسلموا على بعض بعد المباراة، ما فيش مشاكل بتحصل. لإن هو لمّا يلاعب الأهلي غير لمّا يلاعب أي فرقة تانية. الأهلي أيًا كانت ظروفه، بس هو برضه يبقى الأهلي، يبقى زعيم أفريقيا، يبقى إن هو أي فرقة بتلاعبه لازم تاخد حذرها، لازم يكون في يعني عوامل تانية غير الكورة بيحفّز بيها، بيزوّد بيها الضغط على الأهلي، لإن الأهلي أي مكسب، أي فرقة تكسبه بطولة. وفي النهاية نتمنى التوفيق. الموضوع مش صعب برضه، إحنا وسيراميكا وبيراميدز دلوقتي متساويين في النُقط، الموضوع مش صعب، لسه عندنا أمل، لسه عندنا أمل إن شاء الله. لسه الماتشات اللي جاية في الدور اللي جاي أكيد هتبقى فيها نظام أكتر، فيها ترتيب أكتر، فيها شغل تاني. نتمنى ده طبعًا، دي أحلامنا، لكن مش على أرض الواقع إحنا مش شايفين ده. لكن إن شاء الله يكون في اختلاف في الأداء، يكون في توفيق برضه، يكون في رَد فعل من الإدارة، لإن اللي بيحصل ده عيب، مش ده شكل النادي الأهلي، ومش ده ترتيب النادي الأهلي، ومش ده أداء النادي الأهلي. اللعيب اللي يخطأ يتحاسب، المدرب يتحاسب، حتى مدير الكرة يتحاسب. لازم كل الناس تتحط قدّام مسؤولياتها علشان في الآخر تعرف هُم منضمين لأي نادي، والنادي الأهلي ما ينفعش إن هو يظهر بالشكل ده. أنا طوّلت عليكم أوي النهارده معلش، بس كان في حاجات كتير لازم نتكلّم فيها. أشوفكم على خير وتصبحوا على ألف